تحب يا استاذ محمد تنزل الشغل قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ بحب انزل بعد العيد. على طول. هنخش ننزل الناس على شاي على طول. أمال قول إيه؟ السلام عليكم بتاعتنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين، وحشتونا وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة. اتفضلوا شاي بقى معانا. شاي زرد. شاي زردة حمو جايبه من ليبيا. شوف اللي بيفكر عليه. سافرت ليبيا مخصوص. أنا ما سافرتش ليبيا، كنت بروح وأحاول على ليبيا وهو جاي. فرق الكعب يعني. قريبة جدا فعلا منها. بما ان احنا داخلين على رمضان، تحب يا استاذ محمد تنزل الشغل قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ بحب انزل بعد العيد. على طول. مفيش تفاهم. مفيش طاقة. مفيش طاقة والله. ننزل نعمل ايه واحنا في رمضان يعني؟ الصبح صايم وبالليل بعد الفطار ما انت. مفيش وقت والله يعني، يا دوبك الواحد بيتسحر وقدامنا. بجد والله احنا ابطال العالم. هتقول لي في ايه؟ في رمضان اه يبقى احنا شغالين، فاهم، وعندك شغل الصبح اللي انت بتروح في عز الصيام، واخد الصيام من اوله، فاهم، بترجع يا دوبك تاخد لك دش كده وتنام لك شويه، تصحى على الفطار. هوبا، ايه الوقت بيجري، بيت السحور بقت الساعه 3 4 الفجر. اول ما تيجي تنام الساعه 5 عشان تصحى الساعه 6 الصبح تروح شغلك. ربنا بيقوي، بس سبحان الله تلاقي فيه طاقة كده وفي بركة في الوقت. في وقت وفي بركه وفي كل حاجه اه للناس الملتزمه، الناس اللي صح، فاهم. يعني واحد بيروح شغله بيرجع، فاهم انت، بيشطف بياخد له دش ينام شويه يصحى الفطار، بيصلي المغرب، وبعد كده مثلا بيفطر او بيفطر الاول، بعد كده يصلي المغرب، بعد كده ينزل يصلي التراويح، يرجع يقعد مع عياله شويه، ينام شويه، هوبا يصحى ايه، يصلي قيام الليل مع السحور. انت بتعمل الكلام ده؟ لا انا بقول لك الناس الملتزمه. لا الحمد لله. احنا بندي صح للناس التانية مش لينا يعني، فربنا يهدينا. فاهم. لكن بقى احنا الناس اللي هو زينا واغلبيه الشعب بقى اللي هو ايه، طول النهار نايم، حلو، يروح الشغل نايم، يرجع من الشغل نايم، بعد الفطار نايم، فاهم. لو يصحى قبل الفطار يقول لك اللهم لك صمت. لا، وينزل بعد الفطار على طول يا باشا، يقعد على القهوه لغايه الساعه 2 3 بالليل، يجيب السحور معاه ومروح كده. فين انت بقى العباده بتاعت الشهر الكريم؟ فاهم انت، فين ذكر ربنا؟ فين الصلاه؟ فين الصيام؟ تعالوا قسمتوا وقتك الا ما رحم ربي يعني. في ناس ربنا بتبتدي بدايه حلوه مع ربنا، يقول لك ايه، لا انا من اول رمضان هبطل سجاير، هبطل اي حاجه غلط، هبطل شتيمه، هبطل كل الحاجات الغلط بقى والعادات السيئه اللي الشعب المصري كله بيعملها. مش هتفرج على مسلسلات بقى عشان فيها ده مشاهد خليعه الموضوع دوت بصراحة مش حلو يعني. تخيل كله بيبقى يعمل هو مسلسلات بقى فيها رقص والكلام ده في رمضان. انت متخيل الفكرة اللي هو ايه يعني؟ قاصدين اللي هم يبوظوا الصيام بتاعك. ايوه. ولسه من شوية شايف اعلان لسبوتيفاي اللي هو بتاع الاغاني، بيقول لك عامل عرض في رمضان. انت بتهزر؟ انت بتهزر ولا خيمة ايه؟ رمضان اللي في النايت كلاب اصلا، انت بقى في النايت كلاب. لا 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 الله، الناس دي مش عارفه بالنسبه رمضان ازاي بالنسبه لها بصراحه والله. المشكله يا عمو يعني المسلسلات عندكم طول السنه 365 يوم تعملوا فيهم مسلسلات، وعادتها طول السنه. جينا على الشهر الكريم اللي الواحد بيتمنى فيه رضا ربنا، يطلع بيه في حسنيه واحده. تبتدي تضيعوه على الناس، تخلي الناس كلها بقى ويا ريت حتى بعد الفطار قاعد بقى ايه، يتفرج بقى على المقالب، ويا ريت ومسلسلات، يا ريت حاجه مفيده يعني، وضيع تفيدك بحاجه. لا يعني حتى مثلا مش مفيده، مثلا مش بيديك نصيحه لحاجه دينيه لحاجه في حياتك، لا هي رقص وهلس وبلطجه وقرف. انت ايه مثلا اللي صمته الصبح ضيعته بالليل. ده لو تولك الصبح اصلا، ده لو تبلك الصبح فعلا. انت برضه تلاقي الشغل مقرف، واحد ايه زن عليك مثلا لو انت راكب عربيه ولا راكب موتوسيكل ولا راكب ايا كان، فاهم، راح جاي شاتم يعني، استغفر الله العظيم رب الله مني صلي يعني. كله بقى في رمضان كان مش طايق نفسه، مش عارف ايه الفكره بصراحه. ايوه، انت تنام بدري وروح بدري وقسم وقتك وكده، وابدا حياه جديده مع ربنا. نصيحتنا ايه للناس؟ توب، توبوا توبوا الى الله، وصوموا. صوموا بقى عن النفاق وعن الكذب، عن الغش، صوموا عن اي حاجه غلط بتعملوها، عن شتايم بقى، والله سجاير، ويا رب مخدرات. يكملوا بعد رمضان اصلا يا رب. ايوه يعني رب رمضان هو رب الايام التانيه. ايوه. بس بتكلم فكره اللي هو ايه، لو هتبدا في رمضان كمل بقيه السنه على كده يعني. مثلا لو حد هيبطل سجاير ربنا يثبتنا، ربنا يثبتنا ويثبت برضه اللي بياخد خطوه
كويس. ولقيت الناس بقى ايه ما تعيبش بقى على انا وديت اصلي. انت تعمل لنا فيها شيخ، تعمل لنا فيها تستشيخ شيخ. علينا. طب يا عم سيبني زي يا عم. الاستاذ دلوقتي باجي بتكلم معاه، كنا بنتكلم في موضوع في حلقه اللي فاتت، يعني جاي بقول لك الحديث ان الحريم قرننا في بيتنا. تقول لي لا عشان ما حدش يقول لنا ايه وما ندخلش فيه عشان احنا مش شيوخ. عشان عارف ان احنا مش لا، شيوخ. ما انا عارف ان مش فاهمني. ايوه احنا مش شيوخ، بس احنا بنحاول اللي هو نزرع الحاجه الصح. نصيحة مختصرة كده للناس في رمضان، اللي عنده النية لحاجة يكملها بعد رمضان برضو، تمام؟ ومحدش يتريق على التاني زي ما محمد قال. شفت صاحبك مثلا اللي هو كان بيشتم وبيعمل، ما تجيش تقول له انت هتستشيخ علينا وتبقى ما اعرفش انت تعمل فعلا عم الشيخ. لا سيبه يا عم، مش عارف ايه يعني يا تساعده روح صلي معاه، يعني هو يا تساعده تبقى معاه، يا اما خلاص تجنبه يا عم. أيوة. تمام. ما تجيش انت شايفه مثلا كمثال بيصلي وراجع باعت له فيديو رقاصه بنية الهزار اللي هو ايه، فك عن نفسك بقى وبتاع. لا والناس بتصرف ويبعت لك كوبايه ميه ساعه مقبوله. الناس دي دمها واقف والله العظيم. يبعت لك ازازه مشبره وبتاع، يبعت لك بقى ايه محاشي وفراخ ومش عارف ايه يا عم في واحنا محرومين ولا ايه؟ الموضوع مش هزار والله. ربنا يهديكم ويهدينا يا رب ويعدي لنا رمضان على خير ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان. كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم. السلام عليكم. باي باي.